لازم تكون عارف ان الطريق مش سهل، الطريق محتاج قوة طاقية بالإضافة للقوة المهارية، وإنك أنت تكون قادر تمشي في الطريق ده بكل معناه، لأنك في وسط الطريق هتقابل ناس تقلل منك لأبسط الأشياء الممكنة، تبين لك إن أنت ولا حاجة، أنت لأ، أنت مش هتوصل للي أنت عايزه، اللي أنت شايفه ده أصلا بعيد، بتحكم عليك بنظرتها ليك، بقدر استيعابها بمدى تحقيق الأحلام ومدى تصديقها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قادر يحقق كل حاجة أنت عايزها بجد. الناس دي ما تعرفش انت مؤمن بحلمك قد ايه، الناس دي ما تعرفش انت مريت بايه في حياتك عشان توصل للمرحله دي، وما تعرفش انت دلوقتي ممكن تكون باين لها مش احسن حاجه، بس ما تعرفش ايه الكواليس. ما تسمحش لحد يحكم عليك او نظرته ليك تاثر عليك باي شكل من الاشكال، لان رحلته غير رحلتك، نظرته غير نظرتك، خبرته في الحياه، ايمانه بمدى تحقيق الحاجه مختلفه عنك. فانت لو مؤمن بحاجه ليه تسمح لحد انه يقلل منك؟ حاول تشوف حلمك وتعرف ليه عايز تحقق الحلم ده، جاوب